السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة الكل بيدور على سعر الموتوسيكل. أهم حاجة يكون موتوسيكل قطع غيره موجودة، صيانته سهلة، وسعره يا ريت ما يزيدش عن 17 18 ألف جنيه. في وسط الغلا اللي احنا فيه ده، لو نزل موتوسيكل بالسعر ده وقطع غيره متوفرة وصيانته سهلة، هتلاقي مصر كلها تشتريه، خصوصا إن واحد عايز يشتغل ومش محتاج منظرة. فتخيل بقى لو شكله كمان كويس. اللي انا هقوله دلوقتي فكرة جت في دماغي لأي حد مستورد أو مصنع. ممكن تعمل موتوسيكل زي اللي واقف قدامي ده كويس وابن ناس، بس ما تركبش الوش بتاعه. ناس كتير جدا بتاخد الموتوسيكل مش محتاجة طقم الفلاشر لا ورا ولا قدام، ولا محتاجة الفانوس الأمامي ولا الخلفي ولا العداد. هم اصلا اغلب الشباب بيجيبوا الموتوسيكل التو بي او النحله ويشيلوا الوش ويحطوا حته صاجه وكشاف صغير وشكرا على كده. فانا هوفر تمن الليله دي كلها، وفي نفس الوقت اللي عايز بعد كده يركبهم، مش عايز يبقى انا وفرت فلوس وعرفت اشتري موتوسيكل اكل عليه عيش، بدل ما يروح يجيب حاجه مستعمله تكون متدغدغه متدمره يصرف عليها تمنها، او حاجه مش مضمونه، او حاجه خامه مش كويسه. لا، دي خامه كويسه وبنت ناس، بس كل الموضوع مش محتاج الكماليات، انا محتاج الاساسيات بس. يعني الكاب بتاع الرفرف اللي ورا واللي قدام مش عايزه، ال الفانوس بالعداد بالكلام ده مش محتاجه، المرايات مش محتاجها، الفلاشر مش محتاجه، الفانوس الخلفي هو بعد كده ممكن يحط لها ايه، للدايه ورا للدايه قدام. الكلام ده سهل جدا، ممكن ب10 جنيه يلم الليدات اللي ورا، و10 جنيه كمان الليدات اللي قدام، ما هي الليد 3 جنيه. تمام. فالموضوع بتاع الكهرباء سهل، وهنوفر على بعض ايه كتير. فتخيل بقى موتوسيكل ينزل لك بمبلغ مثلا 16 17 الف جنيه، وفي نفس الوقت موتور كويس 150 سي سي، قطع غير متوفره، شاسيه كويس، مكنه ارتفاعها حلو وسرعتها على الطريق، مكنه اقدر اشتغل بها اي حاجه، او اروح دروسي، او اتنقل من اي مكان لاي مكان تاني. بالسعر ده في الوقت اللي احنا فيه اعتقد هتبقى طفره جميله جدا، وهتبقى برضو موفرة في البنزين، وهتبقى كويسة. واللي حابب بعد كده يركب غطا جنزير، يركب الكماليات، هو حر. يعني مثلا الكابات دي مش محتاجها، احنا ماشي، العاكس مش هيبقى بفلوس فهنسيبه، ده امان بالليل. لكن الاضاءة والكلام ده اللي محتاج يزود. الكماليات مش محتاجينها. والله هي دي فكرة جت في دماغي، لان في ناس كتير جدا النهاردة بتدور على السعر. يعني اللي يجي يقول لك انا يعني محتاج موتوسيكل اكل عليه عيش، بس ما معيش فلوس الجديد، طب اعمل ايه؟ لا يا باشا، خد جديد اهو زيرو، بسعر اللي اقل من المستعمل، كمان اقل من كسر الزيرو، وحاجة انت اول واحد تركبها، وحاجة قطع غير متوفرة، وحاجة نظيفة، وحاجة بنت ناس، ومية مية وزي الفل. انت محتاج فانوس عداد الكلام ده، هات اي وش بتعدل، مفيش وش ما بركبش على وش، عشان ما حدش يتكلم في الحتة دي. مفيش حاجة ملاش قطع غيار، اي وش بتعدل على اي مكنة تانية. فالموضوع هيبقى سهل وبسيط. ده كان اقتراح، مجرد اقتراح يعني. معرفش مدى قبول الناس ليه ايه. دمتم في امان الله. مستني تعليقاتكم تحت الفيديو عشان نشوف الكلام ده هيبقى يعني ايه نهايته ايه، او اللي هيتابع من الجماعة المستوردين او المصنعين الكلام ده هيشوف طبعا التعليقات. دمتم في امان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.